الموجودين والحاجات. طب بصور انا بشاور بايدي يعني بسم الله. الراجل يجيب لي تاني واحده كمان واجيب لابويا كمان. بسم الله. طبعا لبنى حصلتنا اهو، لان لبنى وحنيه جنب بعض، وجبنا الصباره بقى اما نشوف مين اللي هناك بقى عند المقبره. قلت لها الصباره قلت لهم لا فاتوا بقى من هنا خميس ولاد النهارده وخميس. لا الخميس الثاني اللي قالوا خالتك سومه خميسها النهارده، خميسها برضه اللي هي جنبنا سومه اللي ابنها رزق. طبعا ديت المقابر بتاع سيلف، المقابر العيله بتاعت سيلف الكبير ده كان في مقام اخويا وابويا وكل حاجه، والله الله يرحمهم جميعا. شايفين المقابر بقى لا حول لهم ولا قوه، ربنا بقى وهم مع بعض بقى كده. ربنا يا رب يطلعنا من الدنيا يا رب على مسنا خلينا وارحمنا برحمتك. طبعا هناك العيله بسم الله ما شاء الله كتير. قلت اما اجي هنا برضو اقرا الفاتحه ورحت لحماتي، لان حماتي جنبي امي على طول. طبعا احلى حاجه هنا هم قبل الغيطان على طول في الهواء والحاجات. يلا يا يوسف. طبعا حبايب قلبي احنا هنا بعد ما جينا من على المقابر جينا هنا عند بيت مصطفى بقى، ربنا يجعله دايما مفتوح. وطبعا دي خالتي، دي خالتي امي برضه، هي خالتي الصغيره، ام واب ومن دور حلميه، وهما الاثنين راجعين على بعض والله. كمان؟ والله يا خير صح؟ يعني بذمتكم بس علشان اقول لهم ان انت صغنونه. لا كبيرة. ليه؟ لا كبيرة لا مش كبيرة ولا حاجة. انا عندي سنه. انا مش انا خالتكم يبقى كبير بس صغيرة يعني، انت عايزة تبقى كبيرة وخلاص يا خالة. بذمتكم مش شبه امي. لا طبعا والله العظيم. بس على فكرة عارفة يا خالة لما خالة عبده جه في فرح في فرح محمد، ابص لامي وابص لخالي، دي خالي. حتى لما وريته لاولادي يقول لي دي خالي، دي خالي رفيع يعني رفيع وضعيف ما شاء الله. امي كانت ميته بس خالتي شبه امي بالظبط والله. احنا مش امي كانت احلى. لا والله يا خاله وربنا انت ايه ياما كانت حلوه بس انت انا شكلي خالتي فاطمه يا شيخ بقى. انا شكلي خالتي كانت امك على طول بتقول لك انت ده ما انا ابقى عسل اهو بقى، بدل من انا شكلي خالتي فاطمه ابقى عسل. والله دي خالتي الصغيره، خالتي الكبير يعني هي صغيره سنا بس كبيره مقاما، يعني في السن صغيره بس كبيره مقاما والله. طبعا حلميه وشهاد جابتنا على المقابر متاخر، ومصطفى طبعا معانا اهو، ربنا يجعل بيتك مفتوح دايما. واحنا طبعا في يعني هو فاتح بيته وكل حاجه ومش مقصر معانا وحياه ربنا. بس هقول لكم بصراحه برضو اول مره نصور بعد وفاه امي هنا، في برضو تحس ان في حاجه ناقص. والله العظيم والله العظيم والله العظيم في حاجه ناقصه يعني تحس ان البيت موجود ومفتوح وكل حاجه، بس حاسه ان الروح اللي فيه ما هيش فيه بصراحه. مش ان اخويا مقصر ولا حاجه، ربنا يخليه وهو اصلا ويخلي منى. خلاص كانت لما بتيجي تشوفه كانت على طول قاعده ان هو والله يا خالد قوم جايه ايه، قوم مخبطه على الشباك دوت، يقوم مطبل لها كده ويقوم بصلك كده اهو. والله الشباك اهو تقولي تعالي يما، يا اما هي حد يفتح يا اما هي تيجي، ونقوم جايين قاعدين على الكنبه. فبرضه هي ما تغلاش على اللي خالقها. واحنا يا جماعه احنا يعني ضيوف على الدنيا، وربنا لما بياخد امانته خلاص بتبقى دي ساعه في وقت. هي عمرها ما هتتنسى وهيفضل وجعها في قلبنا كبير مهما تشوفونا بنضحك وبنهزر. لازم في حاجه بس الضحكه والهزار دي ربنا اللي علم بيه. فمهما الواحد يصور، ناس يصوري مصطفى وصوري منى وصوري البيت من ريحه امك وريحه الحبايب، بقى عايزه اجي اصور بس الواحد كان بيقول لي انا رايحه لامي يا خالد، انا رايحه اقعد مع امي، انا رايحه اشوف يا ست هو انا رايحه اقعد ما احنا مع عايزين امي. وبيت امكم. ما قلناش حاجه، انت مش قافل بابك ولا عمرك قفلت والله العظيم ولا اي حاجه. ومنى احنا ما بنعتبرهاش مرات اخ والله العظيم، والله العظيم ما بنعتبرها. احنا بنعتبرها يعني هي مكان امي، لان هي
والله قاعده هنا اهو، والله كانت بتعيط، والله قاعده هنا والله اتفطرت من العيط. هي عاشت معاها اكتر ما عاشت مع مامتها، وكانت امي برضه هي كانت معاها يعني بتوجهها اعملي دي سوي كانت دي، قاعده بتقول لها اعملي كل حاجه، حتى هي كانت بتمشي على حس حتى لو أمي امك ما في البيت. بتعملش بس هي بتعمل على ايوه على فكره حتى لو هي مش بتعمل كده وقاعده اهو هتلف حواليها يخلوا عارفه ان حد في البيت. دلوقتي هي عارفه كل حاجه من نمر الصاروخ هي منها. كانت على فكره هي حتى لو كانت شايله مسؤوليه بعد ما امي ماتت هتشتري المسؤوليه الضيعه. لان انت عارفه اختك اعملي دي يا بنتي سوي دي يا بنتي اعملي دي. كانت حتى مصطفى بيحكي لي موقف قبل ما امي تموت بيوم بيحكوا له قلت له امك كانت قالت لك ده يعني هي صبحه تموت. قال لي فهي كانت جدعه وشاطره وحياه ربنا يرحمها. ومنى طبعا الناس اللي عايزه يوم الخميس يا بطل يوم الخميس انا قاعد كده معاك كده من الطريقه بتاع معاك وبعدين لقيت بتقول بقول لك كده قالت لي عاوز اقول لك على حاجه كده انت ما بت يعني بيتنا مش بيحب الدكتوره بتاعت البهائم بيكبر وبيموت. بيع اللبان انت مالكش حظ فيه، بيع اللبان وبيع العجله اللي جنب منه بنت الجماسه وهات ايه بيقول تكون فاهمه. يوم الخميس هو قال لي صباحنا الجمعه ابن عمي بينتاج ما عنده بظروف قلت له تعالى يا حسن شوف اتصل يوم وهي طلع فلوس قلت له انا اجيب مكانهم. قال لي تيجي معايا بالليل اليوم الجمعه ده تيجي معايا بالليل السوق الجامع 11 رحت معاه بالليل جبناه وجيت هنا وصلت هنا الساعه 2:30 3 كده. دخلت انا بطيئه الصبح حلبناه قمت واخد الجده وقمت داخل يوم ما لقيتها صح. ليه صف في الجده ولا تروح من ربنا وهي بتموت يا مصطفى قلت لها ايه اترقى دخلنا الله يرحمه. يوم السبت الصبح يوم الحد الصبح كانت الله يرحمك يا الله يرحمك. كانت جدعه وشاطره وعلمتنا حاجات كتير. ويعني يمكن كل اللي احنا بنعمله متعلمين برضه يعني منها. ومنى هي من الناس اللي كانت عايزه تطمن عليها من ريحه امك من ريحه امك. والله هي من نهار مامي ماتت وهي عيانه. والله العظيم من نهار ما ماتت وهي عيانه بجد والله. فالراجل اللي بينقر ده بينقر كانت شهرتها عاوز حد يقوم يرقص في البيت قبل ما تستنى اما نعمل البيت. فهي زي ما قلت لكم الراجل اللي كان بينقر مش احسن كنت هاجر وراه بالعصايه اللي مع عمر بن حنان الوقت ده والله. سبت ليه يا حبيبي؟ ما هو بنكلمها مش بتقولي له ما تكلمي يتكلم اللي عاودوا كل احنا يبقى احنا مزعلين. انت زعلانه لا ما هي بقى لها اخوك الكبير بيتكلم مسكين بس عيني الكبير يتكلم يعني بتاع اللي كانت يعني كان هنا يعني مش لسه امال هي فين يعني عاوزه تيجي تقول اللي كانت بتيجي انا ما كانت خدت كده يعني كان هنا فين الله يرحمه الله ضيوف يا جماعه. هو الحزن في القلب ما هوش في الاكل ولا في العيدس ولا في بتاع الحزن في القلب. ولو اللبس الاسمر بيرجع للراح كان العالم كله. طب اقول لك على حاجه يا فاطمه والله امي بعد ما جت من السعوديه والله هي ماتت من سنه نشف وانا حياتي اقسم بالله وانا قاعد معاها بتقول لي اسمع اقول لك يا مصطفى قالت لو انا جرام هموت يوم حد يعيط عليا لذلك النهارده بقيت ممنوع حد يعيط شدني مرتين في ممنوع حد يصور ممنوع ولا حد يلبس عليا اسمر واوعى تقفل الراديو ما الراديو هي بتقول كده بس لا هو اللي صعب هي كانت عارفه ان هي هتموت يا خالد. اقسم بالله يا فاطمه قالت على حياتي يوم بنبقى ماشيين بس ال 40 يوم في ناس انا هي عارفه ان هي يعني لما بقعد مع نفسي وراجع الكلام اللي هي كانت بتقوله هي عارفه بقول ايه يا جدعان هي عارفه يعني في ناس
يعني بتموت كده لا هي قالت لك انا هموت، يعني هي قالتها مره ايوه انا ميت انا، حتى لما كنا بنشتري فيها وتقول لي ديت امي كانت كده، يعني لما بقى تقول لي ادعكوا لي في رجلي ادعكوا لي في رجلي، تقول لي انا كده حسيت وانا كده لان كانت امي كده قبل ما تموت لا عارفه تنام يا خاله على صدرها ولا عارفه تنام على جنبي وتزعق لو يعني كانت عايزه حد ورا ظهرها وهي كده حاطه صدرها كده، فبتقول ايه يا امي انا ميت والله يا خاله. قالت ايه؟ قالت لك انا ميته خلاص حته تدعكوا لي رجلي وانا مش عارفه انام كده ومسحه كده وقلبها كده، فليكون ان هي يا خاله ل 15 يوم ولا 20 يوم 15 يوم قالت لي بتقول لك هي قالت ابو قمر انا ميته يا ولاد خلاص. انا ما بفهمش والله بكلمك بجد. امي لما تعبت وتعبت قوي قبل فرح محمد بيقول قالت يا رب يا رب بس ايه ربنا يطول في عمري لغايه ما محمد بعد فرح محمد باسبوع او ب 15 يوم. امي ميته يوم ال 14 يوم الحد ميته يوم الحد كانت حنتي يوم 13 يوم يا خالد 13 لان انا 13 يوم بالظبط ايوه مش 14. فهو ربنا كان بيحبها وسخر لها ناس كتير بيحبوها وسخر ناس كتير بتدعي لها وسخر ناس كتير بتطلع لها صدقات، يعني الحمد لله الحمد لله يكفي ان ربنا مسخر لها ناس. تكفي دعاء الناس لها في الشارع وفي البلد تكفي ليه؟ والله يا ابو محمد عارف عما جبت لي يا سهيه لما بمشي وحمات عمليه ما نعرفش عنها الا كل خير وكل حاجه حلوه، والله ما حد يقول عليها كلمه والله كل بنت ست كويسه محترمه وحلا ما كناش بنشوفها في الشارع ولا بتقعد قدام الكلام ده اصلا. الله يرحمها. طبعا احنا يا جماعه اللمه يعني اللمه بعد كده كل في الفرح ان شاء الله دايما، ودي خالتي بحنيه سمعت كلام كويس ما بتتكلمش عشان ما حدش احنا مزعلين وطمنت والله يا منى يا جماعه والله للامانه من ساعه ما امي ماتت عيان والله العظيم عيان. معلش يا معلش ما كنتش بتكشفي وهي هنا والله العظيم هي ما كانت بتكشفي وهي عايشه يبقى رجعت شفت بقى من دون شوفي والله في يلا يا جماعه يلا السلام عليكم. ازاي كشفوا النور؟ استنى انا بصور بقى. قولي لعمته الله ايه رايك يا يوسف؟ ايوه كده لازم خالتي تيجي تشوفها. انا اول مره اطلع بالليل والله يا خاله هنا، انتوا اللي طلعتنا هنا بالليل. حلوه النور الله ماشي. استنى يا يوسف مستعجلين على النزول. ايه ما عارف لما باجي اعملها زي ما انت بتقول كده بتقوم النور الابيض منور يا يوسف. اول عيال تطلع على السطح انت هتبقى نلعب بالعربيه دي. دوش ايه رايكم يا ولاد؟ جميله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. وظبطنا الحمام عملنا له برنيطه عليه عشان الشتاء. بس بقى انت ما فتحتش الحمام يا ابو محمد، ما عملتلوش شباك تهويه على فكره. لسه هنعمله من فوق. بقول لك هنعمله بقى من فوق يلا عشان اما حد في الحمام نقف على كرسي ونشوفه بيعمل ايه في الحمام. يلا يا جماعه سلام.